أهلا بيك. لو أنت مستخدم ويندوز جديد فالنهاردة هعلمك بعض الأساسيات اللي محتاج تتعلمها علشان تتعامل على سطح المكتب أو الديسكتوب. الديسكتوب هو أول حاجة بتشوفها أول ما تفتح الكمبيوتر، اللي هو الجزء ده لحد هنا. بيتكون من البرامج والملفات اللي أنت حاططهم على الكمبيوتر أو الاختصارات للملفات اللي أنت بتفتحها باستمرار، وليكن أنا حاطط الاختصارين دول. تقدر تحرك الأيقونات وترتبها بمزاجك عن طريق إنك تسحبها كده أو أيا يكن الطريقة. برضو لو فتحت قائمة View تقدر تتحكم في الحجم بتاعهم، سواء Large Icon أو Medium أو Small. وبرضو لو جينا نعمل Sort تقدر ترتبهم عن طريق الاسم أو حجمهم أو نوع الملف أو بتاريخ التعديل. تاني حاجة شريط المهام، الجزء اللي تحت ده فيه بتلاقي البرامج المفتوحة، وليكن أنا فاتح جوجل كروم، برنامج مفتوح. ولو جينا نبص على يمين شريط المهام هتلاقي الساعة، التاريخ، زي الواي فاي والبلوتوث وبعض الحاجات. وعندنا في سيرش بار واللي عن طريقه بتقدر تدور على اي حاجة في الجهاز انت عايزها. والتخصيص اكتر هتسرش عن تاسك بار سيتنجز، وليكن شكل السيرش هيكون ازاي. مثلا بص تحت هنا، انا مثلا عايزه يكون الايكون بس يختفي خالص او يبقى بوكس زي ما انا عامله. كوبايلوت ده ذكاء اصطناعي، تاسك فيو الحاجات اللي انت فاتحها، البرامج والويدجت، وبرضه بعض الحاجات تقدر تستكشفها. نيجي بقى لقائمة ستارت. هنا بتلاقي كل التطبيقات اللي انت منزلها على الجهاز اللي اتسطبت واللي بيها تقدر تدور على اي برنامج انت عايزه. برضه هنا السيرش موجود. ودلوقتي هعلمك ازاي تعمل ملف. بتدوس كليك يمين، بعدين على نيو، تعمل فولدر. تقدر تسميه اي حاجة، وليكن انا هسميه ملف. بعد ما بتنشئه تقدر تحط فيه اي حاجة انت عايزها، وهكذا تفتح بتلاقيهم برضه. ودلوقتي بعد ما اتكلمنا عن سطح المكتب نيجي لبعض الاختصارات المهمة في الكيبورد واللي هتسهل وتوفر عليك وقت كبير وانت بتستخدم الكمبيوتر. اول حاجة هي نسخ الملفات. بدل ما انت ما تدوس على الملف ثم كليك يمين عشان تنسخه من هنا، انت ممكن تدوس عليه كليك وتدوس كنترول سي في الكيبورد، بعدين تيجي في المكان الفاضي بدل ما انت ما تدوس هنا برضو هتدوس على كنترول في اللي هي بيست وبقى معانا نسخة منه. وبرضه عندنا القط. لو انت عايز تنقل ملف بالكامل تعمل له موف من غير ما تنسخه، بتدوس على الملف بعدين كنترول اكس، شفت شكله بقى شبه شفاف. بعدين وليكن هتفتح هنا تعمل له بيست، فهو كده اتنقل واتشال من مكانه اللي هنا. وافرض مثلا نقلته بالغلط، هتدوس من الكيبورد على كنترول زد، الملف رجع تاني. ونيجي لخطوة كمان، لو انت مثلا عايز تعمل سيلكت او تحديد لكل الملفات اللي في فولدر، بدل ما انت ما تبدأ من فوق لتحت وتقعد تنزل، لا انت ممكن في خطوة واحدة تدوس على كنترول ايه بتعمل لهم كلهم سيلكت. وبرضه في خطوة حلوة قوي، لو انت مثلا عايز تبدل بين التطبيقات اللي انت فاتحها، لو دوست على الت تاب تقدر تتنقل بسرعة الستور وهكذا. ولو فاتح كذا تاب وعايز ترجع للديسكتوب دوس على ويندوز بلس دي، هيقفلك كل التابس اللي انت فاتحها. ودي اهم التبس اللي ممكن تتعلمها. في طبعا تاني وكتير حبيت اقولك بعضهم عشان يسهلوا عليك الاستخدام. طبعا مش هنسى اوصيك لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول، واكتب لي رأيك في الكومنتات. والسلام.